بيبدأ المسلسل مع لعبة الحبار، واتسمت بالحبار لأنها كانت بتتلعب جوه رسمة على الأرض شبه شكل الحبار، وبتتلعب عن طريق إن الموجودين بيتقسموا لمجموعتين ضد بعض، الهجوم والدفاع، والمدافع يقدر إنه يجري على رجلين الاتنين عادي، ولو قدر المهاجم إنه يدخل جوه الرسم ساعتها بيقدر المهاجم إنه يجري على رجلين الاتنين، وبيتم تسميته بالمفتش السري. وفي المرحلة النهائية بيتجمع المهاجمين عند مدخل الحبار وبيحاولوا إنهم يتفادوا المدافعين وبيوصلوا لراس الحبار ويقفوا عليها، ولو قدر المدافع انه يطرد المهاجم بره رسم الحبار بيموت المهاجم وما بيقدرش انه يحاول تاني، وبمجرد ما المهاجم بيقف على راس الحبار وبيقول انه كسب يبقى انتصر على المدافعين، وهي دي لعبة الحبار. وبنروح لسيونج، شخص عاطل فاشل قاعد مع والدته في شقتها عشان تصرف عليه وما بيقدرش انه يسدد قيمة فوائد القرض اللي خده وضيعه في الهوا، وبيستنى والدته تسيب البيت عشان ياخد الفيزا بتاعتها ويسحب منها فلوس ليه، ولكنه بيتفاجئ انها غيرت كلمة السر وما بيقدرش انه يسحب منها الفلوس، وبيفضل يجرب ارقام اعياد الميلاد اللي فاكرهم لحد ما بيحط عيد ميلاد بنته وبينجح في سحب اللي عايزه وبيروح يراهن بيه على سباق حصنة. هو لأول مرة في حياته بيكسب حاجة تجيب فلوس وبيدي موظفة الاستقبال إكرامية، ولكن بسبب نحسه وحظه السيء بتتسرق منه الفلوس بسبب نشالة بيخبط فيها وهو بيحاول يهرب من الديانة لحد ما بيمسكوه، وبعد ما بيضربوه بيجبروه انه يمضي تنازل عن اعضائه لو ما دفعش الفلوس اللي عليه على اخر الشهر، وهيبقى مصرح عليهم انهم ياخدوا كليته وعين من عيونه بالموافقه اللي باصم عليها بنفسه. يرجع تاني عشان يركب القطر واللي ما بيلحقوش وبيضطر انه يستنى القطر اللي بعده، وبيجي جنبه واحد بيعرض عليه انه يلعب مع لعبه اسمها لعبه الدجي، وهي عباره عن قطعتين من الكرتون، واحده بتترمي على الارض والتانيه بتبقى في ايد اللاعب، ولو قدر اللاعب انه يضرب القطعة اللي في ايده على القطعة اللي في الارض ويقلبها يبقى نجح، ولو ما اتقبلش يبقى فشل. وبيعرض الراجل على سيونج انه لو كسب هيديله 100,000 وان، وبيجرب سيونج حظه الاول وكالعادة بيفشل، وبيجرب الراجل دوره وبينجح انه يقلب القطعة بتاعته اللي على الارض، وبيكون سيونج معهوش فلوس يدفع، فالراجل بيقوله انه ممكن يدفع له عن طريق جسمه وبيضرب سيونج بالقلم، وبيجرب سيونج جولة تانية وبيتضرب في الاخر بسبب فشله برضه، وبيفضل سيونج يفشل ويتضرب لحد ما وشه احمر، وفي مرة وحيدة يتيمة بيكسب سيونج وبيكون في منتهى السعادة وبياخد 100,000 وان، وبيقولوا الراجل انه يقدر يخليه يكسب فلوس اكتر بكتير من خلال اللعب، وبيبدأ يقولوا انه عارف تاريخه كله وانه شبه عاطل حاليا وانه شغال سواق بس وفلوسه ما بتكفيش مصاريفه، ولسه ماضي على تنازل عن اعضائه بسبب انه مديون ب 160 مليون وان للديانة و225 مليون للبنك بسبب القرض اللي اخده منهم، وليه بنت عندها 10 سنين عايشة مع طليقته وجوزها وبيديله الكارت بتاعه، وبيقولوا انه لو حابب يكسب ملايين يتصل بيه وبيسيبه وبيمشي لحد ما بيقرر انه يتصل برقم الراجل وبيقول انه مستعد يشارك، وبيفضل مستني في مكان معين لحد ما عربية بتقف قدامه وبيطلب منه السواق كلمة السر اللي اتقالت له في التليفون وبيقولها له، واول ما بيركب العربية بينتشر رسم ونوم وبينام سيونج زي باقي النايمين في العربية ما عدا السواق لانه بيكون لابس قناع رايق ولابس لبس موحد مع الباقي وواخد رقم 456، وقدام كل واحد كاميرا بتراقبه وكل الموجودين متراقبين من اشخاص معينة، وبيقوم سيونج من مكانه وبيلاقي شاشة قدامه بعدد الاشخاص الموجودين في المكان، وبيكون سيونج هو اخر واحد جه المكان ده، وبيقابل راجل عجوز غلبان رقمه هو 1 وبيسأل سيونج عن سبب وجود راجل عجوز زيه في مكان زي ده، وبيقول العجوز انه عنده ورم في دماغه وقريب هيموت فما فيش حاجة هيختارها لما يشترك. لما يكملوا كلام سوا بيدخل ناس من البوابة وبيكونوا لابسين أقنعة عليها علامة الدايرة، وبيبدأ واحد قناعه مرسوم عليه مربع بيتكلم مع كل الموجودين وبيقول لهم ان كلهم هيشاركوا في 6 ألعاب مختلفة في 6 أيام، واللي هيكسب الألعاب ال6 هيكسب جايزة نقدية عالية، وان موبايلاتهم ومحافظهم هترجع لهم بمجرد انتهاء اللعبة. المقنع يقول لهم ان كلهم مديونين بمبالغ كبيرة وتم تصويرهم هما بيلعبوا الدجي وبعدها خدوا فلوس، وساعتها كلهم وثقوا في الشخص اللي سلمهم الفلوس واتصلوا برقمه لدخولهم اللعبة، وان مسموح لهم يرجعوا لحياتهم البائسة ويكملوا معاهم، وان الألعاب ال6 مجهولة لكل اللعيبة وهيعرفوها بمجرد اشتراكهم فيها، وبيسألهم سيونج عن قيمة الجايزة وبيتقالوا ان الحصالة اللي فوقيهم هتتملي فلوس بعد أول لعبة يلعبوها، وهيتقال لهم المبلغ بعد انتهاء أول لعبة، ومن حق كل الموجودين يا إما ينسحبوا أو يتوجهوا لإمضاء عقد اللعبة. بعد ما كل الموجودين بيوقعوا على العقد بيتوجهوا لقاعة اللعب وبيتم تصويرهم، وبيكون قائد اللعبة مراقب كل اللي بيحصل. طلعوا قاعة اللعب وبيشوف في آخر القاعة عروسة كبيرة واقفة وقدامها شريط أحمر مرسوم في الأرض، وبتلف العروسة راسها وبتديهم ظهرها، وبيكون مطلوب منهم إنهم يوصلوا لخط النهاية ولازم يقفوا عن الحركة بمجرد ما العروسة تلف راسها وتبص عليهم، وبيكون مسموح ليهم إنهم يجروا أما العروسة تلف راسها وتقول جملة إشارة حاضرة
إشارة حمراء بس، وبتبدأ اللعبة وبيبدأ الكل في الجري. ولكن لما العروسة بتلف وبتشوف أول لاعب هو بيتحرك بيتم إقصائه وبيتسمع صوت طلق ناري وبيقع اللاعب خسران على الأرض ومحدش بيكون فاهم حصله إيه. وبيقرب واحد من اللاعب اللي وقع فبيلاقيه مطلع دم من بقه وبيتخض وبيجري فبيتقتل هو كمان. تنتشر الفوضى والدم في كل مكان لأن أغلبية اللعيبة جريوا من خوفهم، وبيكون كل اللي اتحركوا تم القضاء عليهم، وبيكون القائد قاعد بيتفرج عليهم ومستمتع وهو بيشوفهم بيموتوا قدامه لحد ما بتكمل العروسة اللعبة. يبدأ باقي اللاعبين يجروا ويقفوا وهكذا. وبيكون سيونج واقع عليه واحد وبيحاول انه يقوم من مكانه، وبيكون قدامهم مدة محددة لازم يعدوا خلالها الخط الأحمر، وبيبدأ اللاعبين يعدوا الخط. وأثناء ما سيونج بيجري بيدوس على دراع واحد، وقبل ما بيقع والعروسة تشوفه بيلاقي واحد اسمه علي مسكه ومنعه من الوقوع والموت، وبيعدوا سوا والمدة بتخلص وكل اللي فشل في الوصول للخط الأحمر بيتم قتله. وبيظهر مكانهم إنهم على جزيرة في وسط البحر، وبيكون باقي اللاعبين مصدومين من اللي شافوه لحد ما فريق العمل بيدخل لهم وبيقول لهم المقنع ان عددهم قل من 456 لاعب ل 201، وان في 255 لاعب ماتوا. ولكن كل اللاعبين بيعترضوا وبيترجوهم يسيبوا اللعبة، وبيبدأ الكل يقلبوا على الفريق لحد ما المقنع بيقول لهم ان البند التاني بيقول انه هيتم اقصاء اللاعب اللي هيتمنع عن اللعب، ولكن سانج بيقولوا ان البند التالت بيقول ان الالعاب هتنتهي لو الاغلبيه صوتت على انتهاء اللعبه. وبيوافق المقنع على كلامه، ولكن بيقول لباقي اللاعبين انهم يشوفوا الاول الجائزه الماليه اللي هتتحط في الحصاله، وبتبدا الحصاله تتملي فلوس كتير جدا وبيبان الطمع عليهم كلهم. وبيطلب منهم الضابط المقنع انهم يصوتوا من خلال الازرار اللي قدامهم، والتصويت هيبقى بالعد العكسي لارقامهم. واول واحد بيصوت هو سيونج، والزرار الاخضر معناه الاستمرار والاحمر معناه الانسحاب. وبيدوس سيونج على الاحمر وبيبدأ كل اللاعبين بالتصويت، وفي الآخر الأصوات بتتعادل، وبيجي الدور على رقم 1 وهو الراجل العجوز، وبيصوت بإنهاء اللعب، وفعلا بتنتهي اللعبة. وبيقولهم الضابط المقنع إن كل واحد هيرجع بيته من تاني، ولكن يوم فرصة إنهم يرجعوا من جديد للعبة، وبيتم تنويههم كلهم. حاجة بيعملها سيونج إنه بيروح يبلغ الشرطة عن اللي حصل، ولكن محدش بيصدقه، فبيدوم الكارت ورقم التليفون اللي اتصل بيه عشان ينضم للعبة. وبيتصل الشرطي بالرقم الموجود في الكارت، لكنه بيلاقي ان الست بترد عليه وبتزعقله بسبب انه اتصل بدري كده. وظهر ان كل واحد من اللاعبين حياتهم متدمره بسبب قله الفلوس، ومنهم علي اللي بيكون محتاج فلوس، وبيتخانق مع مديره السابق بسبب انه مش راضي يدفع له اجره 6 شهور، وبيتخانقوا سوا لحد ما ايد مديره بتتسحب جوه المكنه، وبياخد علي الفلوس اللي كانت مع مديره وبيهرب عشان يديها لعيلته. وبيكون سانج بيكلم والدته وبيطمنها انه كويس وانه في رحله عمل في امريكا ومش هيجي قريب بسبب ظروف الشغل. بيكون سيونج بيحاول انه يستلف اي فلوس لمساعده والدته لكنه بيفشل، وبيقابل العجوز بالصدفه في محل في منطقته، وبيقول للعجوز انه قرر يرجع للعبه تاني لان حياته حاليا عذاب اكتر من اللعبه نفسها، وانه غلطان لما قرر ينهي اللعبة. وبيكون الكارت بيتوزع على كل اللاعبين، وبيلجأ سيونج انه يروح لطليقته يستلف منها فلوس عملية امه، لكنها بترفض انها تديله لان مش معاه فلوس، وبتطلب منه يسيب البيت قبل ما جوزها يجي ويعمل مشاكل، لكن جوزها بيرجع ومعاه الاطفال من بره، وبتقوله ان سيونج كان جاي يطمن على بنته هيمشي حالا، وبينزل ورا زوج طليقته وبيديله فلوس، وبيقولوا انه مقابل الفلوس دي مش عايز يشوف وشه تاني ولا يفكر يجي يزور بنته. ولكن سيونج بيضربه لانه بيحاول يخليه ما يشوفش بنته، وبتكون بنته شايفه سيونج وهو بيضرب جوز امها. وبيرجع بيته بيلاقي الضابط هونج قدام بيته وبيساله عن الكارت اللي معاه، وان اخوه كان معاه نفس الكارت واختفى، ولكن سيونج بيرفض انه يتكلم معاه، وبيقول انه مش فاضي يسمح له بمساعده حد، وبيسيبه وبيدخل شقته وبيلاقي كارت اللعب على بابه. هو بيبدا كل اللاعبين اللي سابوا اللعبه يرجعوا لها تاني، ولكن المره دي بيكون هونج الشرطي مراقب العربيه اللي اخدت سيونج، وبتكون كانج النشاله ما نامتش في العربيه من الغاز لانها قدرت انها تتجنب استنشاقه في العربيه. وبيفضل هونج مطاردهم لحد ما بيلاقيهم داخلين مينا، وبيستخبى تحت عربيه من العربيات لغايه ما بتطلع على سفينه وبيدخل يستخبى ضمن الاشخاص النايمه، وبيستنى واحد من اللعبة يدخل عليه وبيقدر انه يقتله ويلبس لبسه، وبينضم لباقي فريق اللعبة. كل اللاعبين في القاعة بتاعتهم تاني بنفس لبسهم وارقامهم، وبيبقى في 187 لاعب رجعوا يلعبوا تاني على جايزة قيمتها 26 مليار و900 مليون ون. وبيقابل سيونج صاحبه سانج وعلي اللي انقذوا من الموت، وبيقول لهم انهم ممكن يكونوا فريق سوا عشان يعدوا اللعب مع بعض، وبينضم لهم العجوز. وفي نفس الوقت بيجمع البلطجي برضه فريق عشان يبقوا يلعبوا سوا، وبيتوزع يوم الغدا وبعدها للنوم.
بس بتفضل صاحبة رقم 212 تصرخ إنها عايزة تدخل الحمام، فبيسمحوا لها إنها تروح، وبتروح معاها كانج كمان، وبتحاول كانج إنها تفتح فتحة التهوية بالسكينة اللي معاها وبتدخل فيها عشان تستكشف المكان، وبتتفق مع التانية إنها تغطي عليها لحد ما ترجع وهتبقى تحكي لها كل حاجة شافتها، وبتتحرك كانج براحتها وبتشوفهم وهما بيدوبوا السكر في المطبخ، وبترجع بسرعة للحمام قبل ما تتكشف، وبيتوزع الفطار على اللاعبين، ولكن سيونج بيرفض إنه ياخد لبن لأنه بيتعبه، وبيقول للعجوز إنه أكيد كان بيتضرب كتير من والده وهو صغير، لأن هو كمان كان بيضرب ابنه بسبب كرهه للبن برضه، وبيفضلوا قاعدين ياكلوا لحد ما بيتم إعلان إن اللعبة التانية هتبدأ قريب، وبيكون في واحد من اللاعبين رقم 111 بيقرا رسالة مبعوتله في الأكل بتاعه عن نوع اللعبة الجاي، وبيتحركوا كلهم على قاعة اللعب، وبيكون قدامهم 4 بوابات على كل بوابة شكل مختلف، وبيطلب من اللاعبين إنهم يختاروا شكل واحد من ال4 ويقفوا قدامه، وكل واحد فيهم بيختار بوابة مختلفة يقف قدامها، وبتستنى كانج لحد ما سانجي يروح لبوابة وبتروح وراه في نفس البوابة، وبتتفتح البوابات قدامهم وبيتم توزيع علب عليهم، وبيلاقوا في القلب قرص عسل مرسوم عليه نفس الرسمة اللي كانت على البوابة ومن بره، وبتكون اللعبة عبارة عن إن كل لاعب لازم يكسر قرص العسل على نفس شكل الرسمة اللي قدامه باستخدام الإبرة، ولو باظت الرسمة بيخسر اللاعب، وبيكون من نصيب سيونج أصعب شكل هو الشمسية، وأول واحد بيكسر الرسمة بتاعته بيتقتل فورا، وبيبدأ الفريق يقتل في اللاعبين اللي بيكسروا رسمتهم، وبيخلوا اللاعبين الكسبانين يسيبوا المكان، وبيفضل سيونج يحاول يعمل الرسمة بتاعته وهو متوتر لدرجة إن عرقه بيقع على السكر، وبيلاقيه بدأ يدوب بسهولة، وبيفهم إنه ممكن يخلع الرسمة عن طريق لسانه، وبيفضل يستخدم ريقه عشان يخلي الرسمة هشة، وبيقدر يخلع الشمسية بنجاح، وبيقدر البلطجي إنه ينجح في خلع رسمته. انتهي الوقت وبيتم قتل كل اللي فشلوا في خلع الرسمة، وبينجح سيونج في آخر لحظة، وبيتحرك باقي اللاعبين اللي كسبوا على قاعة النوم بتاعتهم من تاني، وبيشوفوا الحصالة وهي بتتملي فلوس، وبيجي وقت الغدا وبيبان ان في علاقه ما بين البلطجي وبين اللاعب رقم 212 اللي اديته الولاعه، وبيجي وقت الاكل وبيكون قليل جدا، فبيقرروا انهم ياخدوا اكتر من حصتهم في الاكل، وبياخد اكل ناس تانية، وبيكون من ضمن اللي مالهمش اكل اللاعب رقم 271، وبيروح يتخانق مع البلطجي لكنه بيفضل يضرب فيه لحد ما بيموت في ايده، وبيتعصب سيونج من اللي بيحصل، وبيفضل يتكلم مع الفريق وبيقولهم انهم المفروض يلعبوا مش يقتلوا بعض، وكل اللي بيحصل ان عدد اللاعبين على الشاشه بيقل، وبتزيد الجايزه 100 مليون وان، وبعد اللي بيعملوا البلطجي بيكون سيونج وفريقه خايفين يناموا لا يتذبحوا في سرايرهم، وبيقرروا انهم هيفضلوا صاحيين طول اليوم، وبيكون الكل مستغرب بسبب قله الاكل المره دي، وبيكون الدكتور اللي رقمه 111 عارف سبب قله الاكل من اللي بيساعدوه في اللعبه، وهو ان القائد قاصد يديهم اكل قليل، وساعتها يحصل خناقه بينهم ويتم القضاء على الاشخاص الضعيفه قبل ما اللعبه جايه تبدا، وفعلا اول ما بيجي ميعاد النوم وبتنتشر الفوضى في المكان وبيبدأ كله يقتل في بعضه، لحد ما العجوز بيقف يترجى القائد انه يوقف اللي بيحصل والا كله هيموت، وبيمر القائد ان الفريق يتدخل ويوقف عمليات القتل ويتأكدوا من عدد الوفيات، وبيجي الضابط هوانج المتنكر في زي المقنع وبيسأل سيونج لو كان يعرف واحد موجود اسمه إنهو، واللي بيكون أخوه عايز يتأكد إنه عايش، ولكن سيونج بيقولوا إنهم ما يعرفوش أسامي بعض. بيظهر إن عددهم أقل من 107 ل 80 لاعب بس، وبعد ما بيتم تنظيف كل المكان بيجي وقت النوم لفريق اللعبة، وبيفضل فريق سيونج صاحب العافية، وبيفضل العجوز هو اللي يحرسهم، وبيقولهم إنه مش هيقدر يساعدهم بحاجة، وأقل حاجة ممكن يقدمها ليهم هو التنازل عن نومه عشان يحرسهم، وبيصحوا كلهم على بداية اللعبة الثالثة، وبيتم أمرهم بالتوجه لقاعة اللعب، وبيتم إعلان إن اللعبة هتبقى جماعية، وكل مجموعة بتتكون من 10 أشخاص، وبيبدأ فريق سيونج إنهم يزودوا عددهم، وبيتقسم كل اللاعبين ل8 مجموعات، كل مجموعة 10 أشخاص، وبتكون اللعبة يشد الحبل لكن من مرتفع عالي، وبيحبط سيونج وبيعرف إنهم خسروا بسبب فريقهم الضعيف، وبيتم اختيار الفريق اللي هيلعب عن طريق القرعة، وبيكون اختيار فريق البلطجي قدام فريق ضعيف، موت كل الفريق اللي قدامهم بسبب وقعهم من على ارتفاع عالي جدا، وبتيجي الجولة التانية وبيكون الدور على فريق سيونج، وبيجي نصيبهم قدام فريق مليان رجالة، وبيكونوا محبطين كلهم ما عدا العجوز اللي بيشجعهم وبيقولهم ان شد الحبل مش بيعتمد على القوة بس، وانهم لو لعبوا بالطريقة اللي هيقولهم عليها هيكسبوا، وبيثقوا في كلامه لان ما قدامهمش غير كده، وان اول 10 ثواني يدافعوا بس ما يسحبوش، ولحظة ما الخصم ينهار او يغلط يبداوا يسحبوا، وبيكون فريق سيونج قرب انه يكسب اخيرا لحد ما الفريق التاني بيستجمع قوته وبيبدا هو اللي يسحبهم ناحيتهم، بس سانج بيقولون فكرة انه عند اشارته يتقدموا 3 خطوات ناحية فريق الخصم كانهم هينتحروا، يتقدموا 3 خطوات بسرعة لقدام.